الفلسطيني من جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وينضم إلينا من دمشق السيد فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. أهلا بك سيد فهد. أيضا سنكون بعد قليل أو سينضم إلينا السيد قدوة فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني، أو قدورة عفوا فارس رئيس نادي الأسير الفلسطيني سينضم إلينا من رام الله. سيد فهد، نبدأ معك بالحديث عن هذا الاغتيال. يعني من الواضح أن هناك قرار لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ مثل هذه الاغتيالات بحق شخصيات سياسية وربما رموز في فلسطينية، يعني رموز لدى الشعب الفلسطيني. طيب، هل من استراتيجية للقيادات الفلسطينية وحتى لكافة الفصائل الفلسطينية لمجابهة مثل هذه السياسة الإسرائيلية؟ مبدئيا ثمة استراتيجية مقررة من قبل الهيئات الفلسطينية، الهيئات القيادية الفلسطينية، والتحدي الكبير والتحدي الأكبر الذي يواجهنا جميعا ويواجه المستويات القيادية في منظمة التحرير بالذات. التحدي الكبير يكمن بتحويل عناوين هذا البرنامج إلى فعل نضالي مستدام على الأرض في الميدان على جميع الجبهات. الشعب يصرخ مع زياد أبو عين بصوت واحد بحنجرة واحد، موجها كلامه إلى الصهاينة، إلى جيش الاحتلال، إلى المستوطنين: اخرجوا من أرضنا، اخرجوا من سمائنا، اخرجوا من هوائنا، اخرجوا من دمنا. كان يصرخ هذا الكلام الشهيد الكبير، وشعبنا يضم صوته إلى الشهيد الكبير ويطالب القيادة الفلسطينية أن تعاجل وتسارع من أجل تحويل هذه العناوين النضالية المقررة من قبل الهيئات الفلسطينية إلى فعل نضالي ملموس وممارس. يعني كيف، لو توضح لنا فعل نضالي ممارس على الأرض، كيف، ما هي السبل؟ ثمة إجماع لدى القوى الفلسطينية السياسية والمجتمعية على ضرورة اتباع المقاومة بكافة أشكالها، وبالذات هنالك إجماع على اتباع ما يسمى بالمقاومة الشعبية. حتى الآن لم نلاحظ أن هذه التوجهات قد اكتست مضمونا يسمح لها بأن تتحول إلى ممارسة يومية. هذا من جهة. من جهة أخرى هنالك الجبهة السياسية على الجبهة الدولية، والتي تتمثل بالتقدم بطلب انضمام إلى البروتوكولات والاتفاقيات والوكالات المختصة الدولية، التي من شأنها أن ترفع المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير، للدولة الفلسطينية، للحقوق الوطنية الفلسطينية، والتي من شأنها أن تحاصر إسرائيل، تلاحق إسرائيل، تعاقبها بالعقاب الذي تستحق باعتبارها تنتهك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي يوميا، على ما نراه ليس فقط من خلال ما تعرض له شهيدنا الكبير، بل خلال الممارسات اليومية التي تتوجه إلى مجموع الشعب الفلسطيني. بالأمس القريب شهدنا حربا إجرامية دموية شنت على قطاع غزة، واليوم نشهد استمرار الاستيطان والتقدم بالقمع بكافة الوسائل. وبين هاتين المحطتين شهدنا محطة كبيرة في القدس، حيث واجهت الجماهير التي لا تحمل أي سلاح قوات الاحتلال، قوات المستوطنين على باحة الأقصى، في أزقة القدس، في أحياء القدس. كل هذه يشير إلى أن الحكومة الصهيونية عاقدة العزم على ممارسة أقصى درجات القمع تجاه الحركة الفلسطينية. وفي هذا السياق لا تعير أي انتباه إذا كان الإنسان الفلسطيني الذي يقف أمامها يحمل مدفعا أو غصن زيتون كما كان حال الشهيد الكبير زياد أبو عين. كل ما تسعى إليه هذه القيادة الصهيونية الغاشمة هو إفهام الشعب الفلسطيني بأنه من غير المسموح له بتاتا بأن يعبر عن مشاعره الوطنية، عن مطالبه الوطنية، عن حقوقه الوطنية بأي شكل من الأشكال. في هذا السياق لا فارق عند الصهيوني بين العصا والحجر، بين الحجر والبندقية، بين البندقية والصوت المرتفع.
كل هذا يصنف بقاموسه باعتباره تحد للاحتلال، للاستيطان، للتهويد. وبطبيعة الحال هذا الأمر لا يمكن إلا أن يجعل شعبنا مرة أخرى يزيد تصميما وإرادة على المضي قدما على هذا الطريق مهما غلت التضحيات. لكن ضمن الأهداف التي حكي عنها وحكى عنها مراقبون من خلال هذا الاغتيال للشهيد الوزير زياد أبو عين هو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تريد من خلال هذا الاغتيال يعني الاستخفاف بالسلطة الفلسطينية وبرموزها، خصوصا أن هذه السلطة الفلسطينية تتوجه إلى المجتمع الدولي بغية كسب الدعم من أجل دولة فلسطينية، كسب دعم الدولة الفلسطينية. هل ترى هناك استخفاف من خلال هذه الممارسات بالسلطة الفلسطينية وبرموزها؟ أرى هذا تماما. إسرائيل تعتقد أنه بإمكانها من خلال الضغط والقمع الدموي أن تجعل السلطة الفلسطينية تقبل بمعادلة من يهن يسهل عليه الهوان، ولكن هيهات منها أن تدرك هذا. فالشعب الفلسطيني يقف كالرجل الواحد خلف القيادة السياسية الفلسطينية عندما تكون هذه القيادة الفلسطينية بصدد توفير المظلة السياسية التي تسمح لتحركاته ولكل أشكال المقاومة بأن تتقدم في مواجهة الاحتلال، في مواجهة الاستيطان. في هذا السياق نريد أن نؤكد على ما يلي: القيادة الفلسطينية مفترض أن تندفع بوتائر متسارعة من أجل طرق أبواب الشرعية الدولية، مؤسسات القانون الدولي، الاتفاقيات الدولية، وبالذات محكمة الجنايات الدولية التي من شأنها أن تعرض إسرائيل والكيان الصهيوني إلى أقصى العقوبات على يد مؤسسات القانون الدولي. هذا إلى جانب توفير الغطاء الكافي لكافة التحركات الشعبية لكل أشكال المقاومة. هذا من شأنه أن يقنع إسرائيل أو أن يرغم إسرائيل على اكتساب تلك القناعة التي تجعلها تحجم عن أي أعمال تعبر عن استخفافها بالقيادة الفلسطينية، بالسلطة الفلسطينية، باللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير. طيب، هذا فيما خص القيادة الفلسطينية أو ما هو المطلوب من القيادة الفلسطينية تجاه المجتمع الدولي طبعا فيما خص القضية الفلسطينية، لكن فيما خص الداخل الفلسطيني ما هو المطلوب من القيادة الفلسطينية؟ كيفية التعامل ربما مع الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة؟ الشرط الموضوعي متوفر الآن وأكثر من أي وقت مضى لاندلاع انتفاضة شعبية شاملة تمتد على مساحة الأرض الفلسطينية من أقصاها إلى أقصاها، وتجد دعما من قبل الشتات الفلسطيني في كل المخيمات الفلسطينية المحيطة بالوطن الفلسطيني، وتحظى بالدعم أيضا من جميع قوى التحرر الوطني العربية والأممية والإسلامية. نقول هذا لأننا نعرف تمام المعرفة أن هذا الشرط الموضوعي لاندلاع المواجهة الشاملة، الانتفاضة الشاملة، لم ينعقد الآن، بل كان بالأصل منعقد منذ فترة طويلة. فالاحتلال والاستيطان والحصار لا يترك أي مجال للشعب الفلسطيني، لا يترك أي خيار للشعب الفلسطيني سوى خيار المقاومة، سوى خيار الانتفاضة. المطلوب على مستوى الحركة السياسية الفلسطينية، على مستوى الفصائل الفلسطينية، أمرين متلازمين: أولا امتلاك الإرادة السياسية للتقدم نحو هذه المواجهة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى استعادة الوحدة الداخلية، لأن شعبنا بالتضحيات الكبيرة التي سوف يتحملها عندما تندلع أعمال هذه الانتفاضة الشاملة يجب أن يكون موحدا بقيادة سياسية موحدة بغرفة عمليات واحدة حتى يتمكن من اجتياز هذا الامتحان الكبير، هذا الامتحان الصعب. الشرط الموضوع متوفر، الاستعداد النضالي متوفر لدى الشعب الفلسطيني. المطلوب هو القرار السياسي والإرادة السياسية، وفي هذا السياق تندرج قضية استعادة الوحدة الداخلية، الوحدة الوطنية على قاعدة برنامج مشترك تكتسي أهمية بالغة. طيب، فيما خص وحدة الموقف الفلسطيني والوحدة الفلسطينية، يعني هناك مجموعة عوامل أو أسباب ربما اليوم هي ملحة أكثر من أي وقت مضى باتجاه هذا الحوار الفلسطيني وهذه المصالحة ربما الفلسطينية. اليوم دوركم كفصائل ما هي في الأخذ باتجاه هذه المصالحة وهذا الحوار والوحدة أيضا؟
بلا تردد بلا تردد بلا تردد ندعو إلى اجتماع فوري. أقول مرة أخرى إلى اجتماع فوري. الاجتماع الفوري يعني الأمس وليس اليوم وليس غدا، إلى اجتماع فوري للجنة القيادية العليا لمنظمة التحرير التي تضم جميع القوى السياسية، جميع القوى الفصائلية الفلسطينية، المستقلين ذوي النفوذ والتأثير المجتمعي. دعوة هذه الهيئة إلى اجتماع فوري ينعقد من أجل معالجة الملف الفلسطيني وبموضوع الوحدة الوطنية ابتداء. أشير في هذا السياق إلى أن الاجتماع الأخير لهذه الهيئة انعقد في شباط فبراير بالقاهرة عام 2013. آن الأوان لكي تدعى هذه القيادة للالتئام من أجل التباحث بكل ما من شأنه أن يعيد الوحدة. نعم سيد فهد، من هو المخول أن يدعو القيادة لمثل هذا الاجتماع؟ الرئاسة الفلسطينية، اللجنة التنفيذية، قيادات الفصائل، الأمناء العامين، سواء كانوا منتمين إلى الإطار التنظيمي لمنظمة التحرير أو ما زالوا مقيمين خارج هذا الإطار. طيب الفصائل اليوم هل ستتحرك بشكل واقعي على الأرض بشكل حقيقي بغية الدفع باتجاه هذا الاجتماع وهذه البلورة؟ قبل الفصائل الشعب يتحرك. وعندما يتحرك الشعب حتى لو كانت الفصائل مترددة أو محجمة أو غير حاسمة لأمرها فهي ستكون مضطرة للاندفاع بهذا الاتجاه. مرة أخرى الشروط متوفرة لانتفاضة شاملة. نحن بانتظار انعقاد الظرف الذاتي على مستوى القيادات السياسية حتى تضع الخطة الملموسة التي من شأنها أن تثمر هذه التحركات، أن تحول هذه التضحيات إلى إنجازات سياسية تقربنا شيئا فشيئا من تحقيق الحقوق الوطنية لشعبنا. لكن حين تتم دعوة الشعب إلى التحرك كيف سيتحرك الشعب؟ البارحة كنا أمام تحرك ملموس توج باستشهاد القائد الكبير زياد. وهذه التحركات قائمة في كل يوم. المشكلة لا تكمن بالتحركات، المشكلة هي بطبيعة هذه التحركات التي ما زالت غير منسقة، مبعثرة، لا تعبر بالضبط عن الزخم النضالي الذي يختزن الشعب الفلسطيني. هذا مرة أخرى يعيدنا للمربع الأول الذي يضع القيادة الفلسطينية أمام مسؤولياتها. يجب علينا أن تطلع بهذه المسؤوليات. على سبيل المثال كنا نتوقع أن الاجتماع القيادي الذي انعقد البارحة في مقر الرئاسة برام الله كنا نتوقع أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات تنفيذية معلنة من شأنها أن تكرس المواجهة مع العدوان. ما هي هذه القرارات؟ لم نبلغ حتى الآن بالقرارات المتخذة، بل كما تعلمون وكما عمم بوسائط الإعلام أن القيادة الفلسطينية اتخذت قرارا باجتماعات مفتوحة حتى يتسنى لها الإعلان عن هذه القرارات والخطوات في فترة لاحقة. الشعب الفلسطيني، القوى الفلسطينية، الرأي العام العربي والدولي ينتظر ما ستعلن عنه هذه القيادة الفلسطينية من قرارات وإجراءات، ونأمل أن تأتي هذه الإجراءات بأقصى سرعة ممكنة. نقول هذه الإجراءات ينبغي أن تكون فورية، وفورية تعني البارحة وليس اليوم وليس غدا. طب كفصائل اليوم ما هي القرارات التي تطلبونها من القيادة الفلسطينية؟ نطالب أولا بالتقدم بطلب مباشر للانضمام إلى ميثاق روما الذي أنشأ محكمة الجنايات الدولية حتى يتسنى لنا أن نقاضي أن نحاكم مجرمي الحرب الصهاينة الذين ينكلون يوميا بشعبنا، الذين يستبيحون الأرض، يستوطنون الأرض، يهودون المدينة المقدسة عاصمة دولتنا المستقلة. هذا ما نطالب به. نطالب باستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية من خلال دعوة الإطار القيادي الأول الذي سبق التطرق إليه إلى اجتماع فوري يتداول بكل هذه القضايا. نطالب من جميع القوى أن تجهز أوضاعها، تحشد إمكانياتها لمواجهة جماهيرية وسياسية شاملة مع الاحتلال، مع
الاستيطان، مع التهويد، مع الحصار، مع كل تعبيرات الاحتلال الصهيوني لأرضنا المقدسة. لكن منذ قليل كنت سيد فهد تتحدث عن غطاء سياسي يجب أن يمنح من قبل القيادة الفلسطينية أو السلطة الفلسطينية من أجل أي تحرك أو ليكون مظلة من أجل لأي تحرك ممكن أن يكون اليوم. هل من المتوقع أن تكون هناك بالفعل مظلة سياسية من أجل تحرك شعب، من أجل انتفاضة ثالثة أيضا؟ المظلة السياسية هي مجموعة من القرارات، نعم، هي مجموعة من التوجهات التي تقيم علاقة ثقة عميقة وكاملة بين الشعب، بين قواه المناضلة في الميدان، نعم، وبين القيادات السياسية. عندما تدرك هذه الجماهير، هذه القوى، هذه القطاعات أن القيادة السياسية قد عقدت العزم على تقديم الطلبات التي سبق ذكرها، نعم، من أجل الانضمام للاتفاقيات الدولية، من أجل انتزاع الاعتراف بالحقوق الوطنية لشعب فلسطين، نعم، بآليات ملموسة. عندما تدرك هذه القطاعات، هذه الجماهير، بأن القيادة عاقدة العزم على المضي قدما بإجراءات ملموسة على الأرض في الميدان، من أجل مواجهة الاستيطان، من أجل مواجهة التهويد، من أجل وقف التنسيق الأمني، نعم، بالمعنى الحقيقي الكلمي، من أجل وقف تفعيلات وتأثيرات وتداعيات اتفاقيات أوسلو، وليس أقلها الجوانب الاقتصادية. عندما تقدم القيادة على كل هذه الأمور، عندها فقط تتوفر المظلة التي تسمح للجماهير بأن تندفع بكل طاقاتها في مواجهة الاحتلال. أما السياسة الانتظارية، السياسة المترددة، السياسة التي تتقدم وعند اتخاذ القرار تحجم عن اتخاذ القرار، هذه القيادة لا تساهم بإقامة علاقة الثقة بينها وبين الجماهير، بينها وبين الشعب. وبالتالي مرة أخرى هذه الجماهير، هذه القطاعات تعبر عن احتجاجها، عن اعتراضها، عن تحديها لسلطات الاحتلال بشكل ملموس، لكن بشكل مبعثر، غير منظم، غير منسق. ما نحتاجه الآن هو إلى هذا النسق النضالي الذي يوحد الطاقات، يحشد الطاقات، يوحد الإمكانيات في مواجهة الاحتلال. طيب سيد فهد، وهذا لا يكون، نعم، ولا يمكن أن يكون إلا بقرار سياسي واحد صادر عن قيادة سياسية فلسطينية جامعة موحدة الأمر الذي لا نملكه حتى الآن. طيب ابقى معنا سيد فهد. سينضم إلينا الآن السيد قدورة فارس وهو رئيس نادي الأسير الفلسطيني يتحدث إلينا من رام الله. سيد قدورة، أهلا بك. بداية يعني ربما سمعت شق من حديث السيد فهد سليمان فيما خص ضرورة بناء الثقة بين القيادة الفلسطينية وبين الجماهير. هل المطلوب فقط بناء ثقة؟ يعني هل الثقة هو أقصى ما هو مطلوب اليوم بين القيادة الفلسطينية وبين الجماهير الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني بغية الدفع باتجاه حل لكل الأزمات التي يعيشها الشعب الفلسطيني اليوم؟ يعني مسألة بناء الثقة بين القيادة والشعب الفلسطيني أعتقد يعني أنه ليس هذا هو المطلوب بالضبط. القيادة مطلوب منها أن تتخذ قرارات وسياسات وبرامج تنسجم ورأي السواد الأعظم من أبناء الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني ربما يسبق قيادته في التوصل إلى خلاصات واستنتاجات ضمن معطيات واقع يعيشه الشعب الفلسطيني، وعليه أنا أتفق مع التوصيف أن الشعب الفلسطيني متحفز وجاهز لخوض معركة الحسم مع هذا الاحتلال الذي يتغول شيئا فشيئا. المطلوب من القيادة الفلسطينية من قيادة كافة الأطر والأحزاب والقوى أن تبلور رؤية واستراتيجية كفاح جديدة واضحة بأهداف واضحة بآليات واضحة، والابتعاد عن يعني عن الأولويات التي وضعت خلال السنوات الماضية. يعني أعادوا النظر في أولويات الشعب الفلسطيني فانحرفت البوصلة نحو الهوامش وترك الموضوع الأساسي. آن الأوان أن تحسم هذه القضية، وسيجدون الشعب الفلسطيني جاهز تماما لخوض معركة الحسم مع الاحتلال. مع الاحتلال، ما معنى معركة الحسم مع الاحتلال؟
يعني أعتقد يعني بعد عقود من الزمن، نعم. يعني في مسيرة كفاح طويلة خاضها الشعب الفلسطيني بالمقاومة المسلحة والمقاومة السلمية، نعم. انتفاضتين طويلتين بعد تضحيات كبيرة، وأيضا بعد مسيرة متعرجة طويلة جدا من المفاوضات. الاحتلال برأيي على الرغم مما تحاول إظهاره دولة الاحتلال وجيشها ومؤسساتها نعم. من جبروت وعنجهية وصلف وكأن بوسعها أن تحسم المعركة لصالحها، نعم. أنا أعتقد أن معركة الحسم يعني يجب أن تكون على جبهتين وبالتوازي. الذين يعتقدون أن الحسم يمكن أن يتم من الإكثار من الحديث عن المؤسسات الدولية ومحكمة الجنايات الدولية والانضمام للمنظمات كأن ذلك يمكن أن يملأ كل مساحة الفراغ، هذا برأيي خطأ كبير. نعم. يفترض أن نخوض المعركة على كل الجبهات، والجبهة الأساسية هي على الأرض الفلسطينية. وأنا لدي يقين، يعني أنا يعني يتحدث الناس دائما عن الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية وينتظرون الانتفاضة الثالثة. أنا لا أريد أن أسميها انتفاضة الثالثة، وإنما هي انتفاضة الحسم. ويجب أن ينتهي الاحتلال، يعني يجب أن ندخل في برنامج متوافقين بحيث يكون لدينا قرار استراتيجي بأن الانتفاضة القادمة لن تتوقف إلا بعد رحيل الاحتلال، ولا تفاوض مع الاحتلال إلا من أجل وضع ترتيبات رحيله عن فلسطين. وطبعا يكون من المفيد جدا أيضا خوض المعركة على الجبهة الدولية، حيث المشروع الصهيوني ينحسر شيئا فشيئا على الصعيد الدولي، وما عادت الرواية الصهيونية الرواية الإسرائيلية متقبلة أو مصدقة لدى أحد. طيب، البعض يقول يعني حتى الأغلبية متفقة على أن عوامل أو حيثيات هذه الانتفاضة الثالثة هي متوفرة حتى الساعة، تسميها بانتفاضة الحسم، لكن ما الذي يعيق اندلاع هذه الانتفاضة؟ نحن غرقنا في نعم. انتظار يعني وعود كأنها لن تأتي، الإكثار من الحديث عن المصالحة، وحين يعني بعد انتظار طويل حين تعقد بعض الجلسات نجد أن الحديث يتناول الفروع ويترك الموضوع الأساس. مشكلتنا لا في انتخابات ولا في نوع الحكومة، هي حكومة توافق ولا حكومة وحدة ولا انتخابات هنا أو انتخابات هناك أو عملية بناء. هذا برأيي انحراف عن البوصلة التي سار عليها الشعب الفلسطيني عقود من الزمن. يجب أن نبدأ من حيث يجب أن نبدأ. مشكلتنا الأساسية هي صراعنا مع الاحتلال، ولذلك أي توافق يبدأ من هذه النقطة أعتقد أننا سنجد أنه يسيرا وسهلا وليس هناك ما نختلف عليه. يعني إذا انخرطت كل القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية اليسارية وغير اليسارية على برنامج كفاحي واحد، سنكتشف أننا كنا غرقنا خلال سنوات في البحث عن سراب، يعني من يحكم ومن لا يحكم ونفوذ ومراكز نفوذ وما إلى ذلك، كل ذلك وهم في ظل وجود الاحتلال. طيب، يعني البعض يحمل مسؤولية للفصائل، ربما للقيادات أيضا المسؤولين الفلسطينيين، بعدم إعطاء الدفع والغطاء السياسي باتجاه هذه الانتفاضة وباتجاه أي تحرك شعبي ربما قد يكون في الداخل الفلسطيني، لكن أيضا كجمعيات مجتمع مدني، كجمعيات أهلية. ما هو دوركم أيضا؟ ألا تتحمل هذه الجمعيات المسؤولية فيما خص هذا الموضوع؟ إطلاقا لا تتحمل أي مسؤولية. المسؤولية الكبرى والأساسية تقع على كاهل المجموعات المنظمة الأقوى، وهي الأحزاب والقوى السياسية الفلسطينية. نحن نتأثر بهذا المناخ الذي تمكنت، المناخ المرضي المقيت الذي يعني فرض على الشعب الفلسطيني، وهذا الجدل والحوار العقيم الذي لن يوصلنا إلى أي مكان، هذا ترتب عليه خلق مناخ وجعل حالة الانقسام يعني أكثر عمقا، يعني صار الانقسام عموديا وأفقيا. دخلنا في حالة من البلبلة، وبالتالي لا يمكن للمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني أن تملأ كل مساحة الفراغ الذي تتركه الحركة الوطنية الفلسطينية بتعبيراتها المختلفة. فالمسؤولية تقع على عاتق قيادات الأحزاب والقوى. وبالمناسبة يعني حتى في وضعنا الراهن من يريد أن يقاوم الاحتلال
صدقيني يستطيع أن يمارس مقاومة الاحتلال، وإن كنت من الداعين والراغبين أن يكون نضالنا منظم منسق، يحتكم إلى خطة ويحتكم إلى رؤية، وليس يعني بالطريقة العفوية التي تعودنا عليها. لكن إزاء ممارسات الاحتلال وهذا التصعيد الإسرائيلي اليومي والمستمر باتجاه الشعب الفلسطيني، باتجاه الأراضي الفلسطينية أيضا، إلى أي مدى هناك قدرة لدى الشعب الفلسطيني الموجود في الداخل المحتل أن يتحمل مثل هذه الممارسات؟ يعني ليس مطلوب منا أن نتحمل، مطلوب منا أن نصبر، أن يصبر ربما على هذه الممارسات، أن يصبر على هذه الممارسات. نعم. الشعب الفلسطيني شعب عريق وشعب مجرب وخاض نضال وكفاح طويل. نعم. إذا ما دخلنا في معركة الحسم مع الاحتلال سيفاجئ الشعب الفلسطيني مرة أخرى، وأعتقد أن أول الذين يجب أن يكونوا متفاجئين هم الطبقة السياسية والطبقة الأمنية الحاكمة في إسرائيل، الذي يبدو أنهم باتوا بحاجة إلى صدمة لكي يفيقوا من الحالة التي وصلوا إليها، كما حدث في الانتفاضة الأولى. وكان بعض قادة الأمن والسياسة في إسرائيل قد قالوا أن الذي دفعهم إلى أن يستيقظوا ويفهموا أن ليس بوسعهم أن يحكموا شعبا إلى الأبد كانت الانتفاضة الأولى. الآن خلال السنوات الماضية يبدو أنهم عادوا إلى سيرتهم الأولى، ويظنوا أن بوسعهم أن يحكموا الشعب الفلسطيني إلى الأبد، وأن يستخدموا الشعب الفلسطيني عمالا في مزارعهم وفي حدائقهم. الآن مطلوب هذه الهزة والصدمة للوعي الإسرائيلي الجماعي ليفهموا أن ليس بوسعهم أن يسيطروا، ويستطيع الشعب الفلسطيني أن يفعل ذلك. ونحن الآن يعني إذا ما خضنا هذه المعركة نحن في وضع على الصعيد الدولي وضعنا أفضل 1000 مرة من محطات نضالية سابقة، يعني حين كنا في مواجهة هذا الاحتلال. نعم. طيب سيد فهد، أعود إليك بالسؤال. يعني سمعت حضرتك بالطبع السيد قدورة ماذا يتحدث، يعني هناك تحميل القيادات الفلسطينية بضرورة الدفع باتجاه انتفاضة ثالثة، ربما لأنها لديها القدرة على التحكم أكثر بالشارع الفلسطيني. طب من هذا المنطلق لماذا لا تسعى القيادات الفلسطينية، قيادات ربما الفصائل الفلسطينية، إلى الدفع باتجاه انتفاضة ثالثة؟ الكل يرى في هذه الانتفاضة هي الحل الأخير، ربما الرصاصة الأخيرة التي قد تطلق في وجه الاحتلال، وهي ربما رصاصة الحسم. لسوء الحظ لم أسمع لاعتبارات تقنية ما تفضل به الأخ قدورة. على كل يعني القضايا المطروحة بعتقد أنها مستوعبة من قبل الجميع. نعم. أريد أن أشير فقط إلى النقاط التالية. أولا، لا يوجد تعارض أو تعاكس أو تناقض ما بين السعي الدؤوب لتوفير متطلبات تجدد انطلاقة للانتفاضة، انطلاقة متواصلة بكل الزخم الذي يملكه الشعب الفلسطيني. لا يوجد أي تعارض بين هذا وبين السعي الجاد لاستعادة الوحدة الداخلية، فثمة رابط وعلاقة ما بين الأمرين. الانتفاضة وحركة الجماهير عندما تستظل بالوحدة الوطنية أو بالخطوات التي تجعلنا نتقدم نحو الوحدة الوطنية إنما تزداد قوة وزخما، تماما كما أن المباحثات التي تجري بين الطرفين الرئيسيين المختلفين والمعروفين، هذه المباحثات عندما تستند إلى حركة في الميدان، حركة جماهير في الميدان، بكل تأكيد ستجد نفسها تحت الرقابة الشعبية. نعم. التي تطالبها لا بل تضغط عليها من أجل أن تستحث مسار استعادة الوحدة الداخلية. وفي هذا الإطار أقول أنني أتبنى تماما الرأي الذي يقول بأن القيادات الفلسطينية قد أهدرت وقتا ثمينا وصرفت طاقة لا تضاهى في الصراع، في التنافس، في التجاذب على سلطة هي سلطة وهمية طالما أنها تمارس تحت مظلة الاحتلال. هذه مناسبة لكي نتوجه بكلامنا إلى تلك القوى التي تقلدت مقاليد السلطة منذ أن طبقت اتفاقيات أوسلو، وبعد ذلك نتوجه إلى هذه القيادات ونطالبها
بأن تخفف بعض الشيء من اندفاعاتها السلطوية وتنافساتها على هذا الفتات الذي يترك لنا الاحتلال من أجل التوجه بكل طاقتها بكل إمكانياتها نحو الشارع، نحو الجماهير، من أجل دعوة هذه الجماهير بقرار واحد موحد للتقدم نحو مزيد من المواجهة والصدام مع الاحتلال بكل الأشكال المتاحة. بطبيعة الحال الثقل الرئيسي الذي تشكل الحركة السياسية المنظمة تملك الفصائل والأحزاب السياسية الفلسطينية، وبخاصة تلك التي رفعت راية الكفاح المسلح منذ انطلاقة الثورة الفلسطينية عام 67. نعم، إذن السيد فهد سليمان نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، شكرا لك. طيب سيد قدورة، طبعا يعني حضرتك كنت تتابع السيد فهد سليمان يتحدث عن ضرورة أن يكون هناك نوع من التوافق بين طرفين معروفين، يتحدث ربما عن المصالحة بين حركة فتح وحماس. هناك تحميل مسؤولية للطرفين بعدم بلورة أسس